تفتكر تخزين الفراخ النية جنب اللحوم الحمراء النية أو فوقها داخل غرفة التجميد ممكن يعمل تلوث عرضي أو اللي احنا بنسميه كروس كونتامينيشن؟ أغلب الناس اللي بتناقش معاهم في النقطة زي دي بتبقى وجهة نظرهم مقسومة لجزئين. أول جزئية إن الفراخ نية واللحوم الحمراء نية، والاتنين هيحصل لهم عملية طهي، وبالتالي درجة حرارة الطهي هتقضي على الميكروبات الموجودة فيهم. الجزئية التانية إن المنتجين أصلا مجمدين، وبالتالي مفيش أي دريبنج ممكن يسقط من الفراخ على اللحمة أو العكس. ولكن خلينا نبص للموضوع ده بمنظور أدق شوية. الفراخ بتحتوي على بكتيريا زي السالمونيلا والكامبيلوباكتر، واللحوم الحمراء بتحتوي على بكتيريا زي الإيكولاي والليستيريا. البكتيريا اللي موجودة للفراخ عايزة درجة حرارة 74 درجة سيليزية كحد أدنى عشان تموت، ودي أعلى من الدرجة اللي البكتيريا عايزاها الموجودة في اللحمة وهي 63 درجة سيليزية. وبالتالي لو في سائل اتسرب من الفراخ للحمة الحمراء هيتنقل البكتيريا من الفراخ للحمة الحمراء. وبالتالي لو أنا شغال بقى في فندق أو في مطعم وبعمل عملية طهي للحوم عندي عند درجة 63 أو أقل زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، إن أنا عايز المنتج بتاعي رير أو ميديم رير، أنا كده اهتميت بالجزء الخاص بالكواليتي بتاع المنتج، ولكن الفود سيفتي بتاع المنتج أنا ما اهتمتش بيه خالص. وبالتالي البكتيريا هتفضل موجودة على المنتج وممكن تعمل لي تسمم غذائي. طيب النقطة التانية، هو ممكن يتسرب السائل اصلا من الفراخ للحمه والفريزر مجمد؟ ايوه طبعا ممكن يحصل عطل او مصدر الكهرباء يتقطع، وبالتالي درجه حراره الفريزر هتبقى عاليه، وبالتالي المنتجات هتحصل لها اذابه، والسائل الانفصالي هيبدا ينزل من الفراخ على اللحمه. وخاصة بقى زي ما احنا ما بنشوفها لو الباكجينج بتاع المنتج ما كانش معمول بشكل كويس. طيب بلاش إن مصدر الكهربا اتقطع، هو مش ممكن يحصل تكثيف للمَيّة في سقف الفريزر، وبالتالي نقط المَيّة دي هتنزل على المنتج، وبالتالي هتاخد من البكتيريا الموجودة على الفراخ وتنقلها للحمة ويحصل التلوث العرضي. وعلى فكرة التلوث العرضي مش بس بيتنقل البكتيريا من الفراخ النية للحوم الحمرا النية بس، لأ ده ممكن يحصل كمان العكس، إن تتنقل من اللحوم للفراخ، وبالتالي الفراخ هيتنقل لها البكتيريا الموجوده في اللحمه زي اللي احنا قلناها الايكولاي والليستيريا. وبالتالي اي نعم انا ممكن اطهي الفراخ عند درجه حراره 74 ودي اعلى من الدرجه اللي البكتيريا عايزاها فالبكتيريا هتموت، بس انا هبقى كده زودت الحمل البكتيري على المنتج بتاعي، فبدل ما هو فيه 2 لا ده بقى فيه 4. ويا حبذا بقى لو اللحوم دي كان فيها الضرن او التوبركلوزس فهيتنقل برضو لمنتج الفراخ. باختصار لو انا عايز امنع او اقلل مشكله الكروس كونتامينيشن، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ والله يستحسن ان انت تفصل المنتجات الفراخ في فريزر منفصل عن اللحوم. طيب لو انا عندي مفيش رفاهيه لده وان انا لازم اخزن الاتنين في نفس الفريزر، يبقى احط الفراخ تحت خالص وفوق اللحوم، وافصل ما بينهم واغطي المنتج داخل الفريزر او داخل التلاجة وهم بيحصل لهم دي فروست. طيب طب لو مفيش امكانيه ان انا احط كل واحد في رف ولازم احطهم الاتنين جنب بعض، يبقى ما يكونوش ملامسين لبعض، ويفضل طبعا لو حطينا اي سيبريتور او حاجز ما بينهم. وطبعا اي منتج مش هنقول ان احنا لازم نعمل له باكجينج كويس، ولكن يتحط في كيس محكم زياده على الكيس اللي هو جاي بيه عشان امنع موضوع الكروس كونتامينيشن. موضوع الكروس كونتامينيشن من الموضوعات المهمه جدا واللي بتسبب كوارث جدا في مصانع والاماكن اللي بتشتغل في الاغذيه. لو عجبتك الحلقه شير وابعتها لزميلك اللي شغال في سلامه الاغذيه، وقول لنا ايه اكتر موقف شفته وقلت ان في كارثه هتحصل من التلوث العرضي داخل المكان عندك.